اهلا بيكم. معاكم دكتور محمود الغرابلي، اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه العلاجيه جامعه القاهره. الكون كله في حركه دائمه، الدنيا كلها بتتحرك الا انت. اتخلقنا عشان نتحرك ونبقى في حركه دايمه، لان السكون شيء خطر جدا على صحه الانسان. انك تبطل تتحرك ده شيء عواقبه خطيره جدا، زي مثلا لعيبه الكوره. كل دي لعيبه كانوا في يوم من الايام في فورمه عاليه جدا، ما كانش عندهم اي دهون في اجسامهم، وبعد الاعتزال اصبحت اوزانهم عاليه جدا. يمكن وقفوا رياضه او عادات الاكل اتبدلت او حصل لهم مشاكل في جسمهم. طيب سؤال بقى، هل التمرين مهم؟ التمرين لو مش مهم ما كناش هنشوف الصور دي خالص. ده ويسلي شنايدر، لسه معتزل الكوره سنه 2019. لو حد فاكره كان المرشح الاول انه ياخد الكره الذهبيه سنه 2010 بسبب ادائه الممتاز، وكان في فئه كبيره من الناس شايفه ان هو يستحقها عن ميسي. بس الحال بدا يتبدل، واللاعب في الفتره الاخيره وزنه زاد جدا مع انه لسه معتزل. وعلى فكره هو سنه من سن كريستيانو. هدفي من اللي اتعرض عليك ده ان اوريك الاضرار الصحيه لو انت ابتعدت عن الرياضه، وعشان كده دايما بيقولوا الحركه بركه. فنصيحتي ليك، لو على الاقل اضطريت في يوم من الايام انك تبتعد عن الحركه او الرياضه، خليك ماشي على نظام اكل صحي.